اشتري حب قد دولت ب50 جنيه ليه؟ طب ما انا بقى كوبايه سكر واحده بس ونص كوبايه ذره فشار، هعمل العلبه دي كلها. بسم الله ما شاء الله، علبه كبيره جدا. هنا على النار معلقتين زيت، عليهم نص كوبايه ذره بتاع الفشار. هنقلب الحله كده كويس. اول ما تسخن حط ايدينا كده عليها، نغطي عليها ونوطي النار بقى لحد ما يفشر معانا. هنا في اي صينيه على جنب هنحط فيها يا ورقه زبده يا ورقه فويل، يا اما ندهنها زيت خفيف زي ما انا عامله كده. تمام، عشان بقى بس اي حاجه كده فاصل عشان ما تلزقش، لان الكراميل بيلزق. الفشار اهو، بصوا بعد ما طقطق معايا على نار هاديه بعد ما بيسخن هشيله بقى من على النار. حله على النار بقى هحط كوبايه سكر بالكراميل، ما نقلبوش خالص ولا نيجي يعمته لحد بس لما يبتدي يتكرمل من تحت. هنا اول ما ابتدى يدي لون بقى نبتدي نقلب فيه عادي لحد ما يدينا لون الكراميل اللي احنا عارفينه. اول ما بياخد معايا اللون دوت هنبتدي بقى نحط معاه معلقه زبده او مكعب زبده نقلب. انزل بقى بنص معلقه كربوناتو او نص معلقه بيكنج باودر، بس الكربوناتو هنا نتيجته احسن. بصوا الفوران حلو قوي. تقليبه بقى وهنزل بالفشار بتاعي واقلب بسرعه. هنا كل حاجه بسرعه اهي. هنا مهم قوي ان الذره بتاعنا يبقى سخن والكراميل سخن علشان ما يقفش مننا، يبقى مفرفط زي ما انتم شايفين. هنقلبه بسرعه جدا. بصوا الشكل اصلا تحفه. هنفرده بقى على الصينيه اللي احنا دهنينها زيت. هنزل بقى على الصينيه نفرد بقى على قد ما نقدر. شايفين المنظر تحفه جدا. العلبه بنجيبها ب50 جنيه، رغم ان هي طريقته سهله وبسيطه جدا وما بياخدش مننا وقت خالص، وبيطلع احلى من بره كمان. بصوا اهم حاجه ان احنا نفرده كويس، واهم حاجه زي ما قلت لكم الماده الدهنيه تبقى يا اما مدهون زيت او نحطه على ورق فويل او ورق زبده. تمام، هسيبه يبرد وهوريكم هنعمل ايه. اهو بعد ما برد بصوا بقى عامل ازاي. نكسره كده من بعض كده ادوق بس واحده معاكم كده عشان شكله حلو قوي. لا بجد تحفه، رهيب، مقرمش جامد. وهو خلاص خلصت. بصوا نص كوبايه ذره فشار عملت لنا علبه قد ايه. العلبه دي كبيره ما شاء الله جدا، وعملت طبق كمان. كل ده نص كوبايه فشار وكوبايه سكر. تحفه جدا، مقرمش وطعمه حلو قوي واوفر بكتير من بره. انا لو هجيب الحبه قد دولت بس هتكلفني 50 جنيه. تمام، بصوا احنا عملنا كميه قد ايه. جربي الطريقه وان شاء الله هتعجبك. وخلي بالك الكراميل ما تنسيش عنه علشان خاطر لو غمق بيمرر. تمام، لو عجبتك الطريقه احلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.